كشف غالي يا دكتور. الناس مريضه يا دكتور وفقيره وعايزه تروح تكشف عندك ومش قادره تروح تكشف لان حضرتك معلي الكشف بتاعك. الغلابه يا دكتور لغايه لما مات كان بيكشف ب 10 جنيه، وال10 جنيه ما كملتش يعني ثانيه، يعني الدنيا برضه كانت غاليه برضه، ما رفعش حتى الراجل حتى جنيه تاني زياده. ايه الموضوع ده يا دكتور؟ وفي قصه تاني برضه بتحصل معاك وعايزين نفهمها. هو انت يا دكتور لما المريض بيروح يكشف عندك بتقول له عايز اعمل تحاليل واشعه؟ على دماغنا يا دكتور، حاضر، بس انت بتوصف له اماكن ليه بيروحها. هو انت يا دكتور متعاقد معاهم؟ علشان بس احنا نكون فاهمين. ما انت اكيد بتحول له مثلا 50 مريض عليهم الشيء الفلاني، بتيجي انت اخر الشهر ال 1500 ولا ال 2000 مريض دول بتاخد انت بيهم ايه؟ الربح بتاعك، صح كده يا دكتور؟ ده على قد فهمنا، يعني على قد ما احنا فاهمين. وبعدين يا دكتور حتى الاستشاره اللي هي قصدي يعني اعاده الكشف، حضرتك برضه بتاخد فيها فلوس يا دكتور. ليه طيب يا دكتور؟ مش هو الراجل دفع ثمن الكشف، هو كمان في الاعاده بيدفع؟ الناس دي فقيره جا والله يا دكتور، والله العظيم الناس فقيره. ولا حضرتك الفيلا عايز تغيرها؟ ولا يمكن العربيه الموديل بتاعها قديم شويه فقلت اغير العربيه، ازود ايه؟ ازود الكشف شويه. انا اعرف ناس يا دكتور والله بتروح الصيدليه وبتقول له ما انا تعبان عندي الحاجه الفلانيه يا دكتور بعد اذنك اكتب لي برشام ولا دواء. الناس وصلت لكده ليه يا دكتور؟ لانها مش قادره تروح تكشف عندك. فيها ايه يا دكتور لو انت بتكشف ل 20 مريض في اليوم؟ اكشف لل 20، ما قلناش حاجه يا دكتور، ممكن الناس دي معاها فلوس تدفع. ما تقدرش يا دكتور تزود 5 عليهم، تخليهم حتى لو بنص الثمن، مش هقول لك مجاني، بنص الثمن، وخلي يوم في الاسبوع مجاني لوجه الله. يعني اعمل الموضوع ده لوجه الله يا اخي. طبعا مش كل الدكاتره بتعمل كده، في دكاتره بتعمل خير كتير كتير جدا للمريض، بس انا بتكلم على الدكاتره اللي مش بتحس بالمريض الفقير، المريض اللي هو مش قادر يروح يكشف عندك. يا ريت يا دكتور تخلي بالك من المريض الفقير اللي هو محتاج ان حضرتك تكشف عليه. واحنا اسفين لازعاجك يا دكتور، وربنا يرحمنا برحمته. السلام عليكم.